طبعا المرأة تنظر في الحكم يرجع إلى الفتوى للعلماء. أنا لست بعالم لا أفتي، لكن أعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ووجود شخص قريب سواء للرجل أو للمرأة مهم جدا في حال حدوث ظرف طارئ صحي أو مالي. وجود شخص تثق به أو شخص قريب، خاصة إذا كان من العائلة في البلد الذي تريد السفر إليه، يساعد عليك ويخفف عليك. وهذا في المرأة آكد من الرجل طبعا. والدين ليس يجب أن تكون حافظ للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ما أخافه على الشخص الذي يسافر خاصة في دولة غير مسلمة مثل كندا أو أمريكا أو بريطانيا أو غيرها، هو يحس بنوع من الحرية والوصول للفتن. يوجد الحمد لله طلبة مسلمون، وكندا شيء جميل جدا تسمح بحرية التدين. يوجد طلبة مسلمون، يوجد طالبات محجبات وطالبات بالجلباب، والحمد لله. ليس بالضرورة يحفظون القرآن كامل، لكن عندهم الأساسيات، عندهم فهم لأساسيات الدين، لأنه ستتلاقى مع أنواع مختلفة من الناس يعرضون عليك الشبهات والشكوك، فيجب أن تكون عندك حصانة ضد الشبهات الفكرية وكذلك ضد الشهوات.